غادي نشارك معكم يا البنات في هذا الفيديو مايونيز ساهل رائع واقتصادي. اهم حاجه انه اقتصادي وغير بطاطا وحده. كناخذ بطاطا وحده اللي كنسلقها وهي سخونه، كنديرها ضفت عليها فص كبير ديال الثومه، شويه ديال الربيع، تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الربيع مخلطه ما بين القزبر ومعدنوس. غادي نضيف عليها حتى هنايا عندي الخل، تقريبا واحد معلقه صغيره، تقدروا تعوضوه بالحامض، بعصير ديال الحامض. عندي هنايا الفرماج، جوج ديال الفرماجات مثلثين، تقدروا تعوضوا بالفرماج مربع، كيبقى لكم الاختيار في الجبن. ومعلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال الابصار، غير راس معلقه. وعندي هنايا واحد 4 كاس العنبه من زيت المائده اولا زيت الزيتون اللي بغيتو ديروا. صافي وكنطحن كلشي، صافي كنبقى نطحن مزيان، كنطحن. انا جاتني عاقده شي شويه مع ديك البطاطا، فغادي نضيف الزيت باش تزيد انها ما تبقاش ليا عاقده، يعني ما تبقاش خاطره بزاف. يعني داك الزيت هو اللي كيعطينا القوام لهاد المايونيز هذا اللي بغينا. غادي نعاود عاوتاني نطحن مزيان حتى نحصل على القوام اللي بغيت انا، يعني ما بغيتش تكون خاطره بزاف صراحه. في الاول درت 4 كاس العنبه وزدت عاوتاني 4 كاس العنبه. صافي كنبقى نطحن حتى كيبان لي القوام اللي بغيت انا. كيف شفتوا هانتومايا كتبدا تختار، وهذا هو القوام اللي بغيت صراحه. واحد المايونيز، شوفوا البنات، هذا المايونيز راه بدون مواد حافظه، نقدر نقول لكم يبقى في الثلاجه لمده ديال يوم كامل، يومين 3 ايام فقط. هكا ديروه في السلطات، هيجي حتى هكا في لي ساندويتش بحال شي صوص ديروه فيه، كيجي زوين وبنين. غير جربوها البنات، عرفتي واحد مايونيز واعر بالبطاطا بالثومه، يا سلام كيجي لذيذ. هانتوما القوام ديالو غادي نوري لكم، شوف كيفاش كيجي. هذا هو القوام اللي بغيت انايا، فكنتمنى انكم تجربوا حتى نتوما كيفاش كيجي. خاصو يجي بحال هكا. كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم وتعطيوني الراي ديالكم في التعليق تحت الفيديو. كيف شفتوا صلصه المايونيز منزليه بالصحه والراحه.